في جملة واحدة غالبا هي أكبر عملية تسويق بالوهم تعرضنا لها في حياتنا. الجملة دي هي اللي شكلت قراراتنا ومستقبلنا وتعبنا الحالي، والجملة دي هي الجزرة اللي بتخلينا نجري زي الحمير في ساقية ما بتنتهيش. أهلا بيك يا صديقي العزيز في خطة الحياة المؤجلة، الماراثون اللي خط النهاية بتاعه مجرد انتصارات. احنا بنتكلم هنا عن مصفوفة متكاملة الأركان، والمصفوفة دي بتبدأ من أول يوم ليك في المدرسة وأنت طفل. اللعبة كانت بسيطة، مجرد ذاكر عشان تطلع الأول. كبرت شوية وبقيت ذاكر عشان تدخل ثانوي عام، ولما توصل بقى لثانوي يبقى انت هنا وصلت لعنق الزجاجة، وهنا بقى بيتم حقنك بأول جرعة مركزة من وهم الراحة. بتسمع الصوت الأبوي الحنون بيقولك هما بس 60 سنة دول يا ابني شد حيلك فيهم، وبعدين ادخل الكلية اللي نفسك فيها وارتاح طول عمرك. ارتاح فين بس يا حاج؟ انت بتسلمني من وحش صغير لوحش اكبر منه. هتكتشف انك بعد ما خلصت الماراثون ان اللفه دي كانت مجرد لفه الاحمال، يعني بالعربي انت لسه بتبدا. نروح بقى ليك لما تعدي عنق الزجاجه وتدخل الكليه اللي اهلك بيتباهوا بيها قدام العيله. والسؤال هنا، هل ارتحت؟ الاجابه لا طبعا، لان الجزره هنا اتغيرت وما بقاش اسمها المجموع، بقى اسمها GPA او التقدير. هتلاقي نفسك انك لازم تجيب امتياز عشان تلاقي شغلانه كويسه، او تطلع الاول على الدفعه عشان تتعين معيد. السيستم هنا عبقري، بيديك وهم جديد ويقول لك اتعب ال4 سنين دول وهات تقدير، وبعدين تتخرج وتمسك شغلانه بمرتب محترم وترتاح. لما توصل للخطوه دي هتلاقي نفسك انك لسه ما ارتحتش، انت لسه على باب التحويل الحقيقي. انت دلوقتي بس وصلت للادغال او اللي بيسموها سوق العمل. هنا بقى انت بتكتشف انك لا ارتحت ولا حاجه، انت بقيت بتطحن من 8 ل 12 ساعه في اليوم، بس الجزره لسه موجوده، بقى اسمها البروموشن او الترقيه. هتلاقي المدير بيقول لك شد حيلك يا ابني، انت لسه جونيور، عايزينك تبقى سينيور وبعدها تبقى مانجر، وبعدها الهيد اوف ديبارتمنت، يعني عايزينك تمسك الشركه. يعني في كل مره هتفضل تجري وتجري عشان توصل لخط النهايه الوهمي، وبتكتشف انهم حركوا خط النهايه 5 كيلو لقدام. بتوصل سن ال40 وانت خلاص عندك كرش وضغط وسكر وشعرك كله بقى ابيض، وبتقف تسال نفسك السؤال الوجودي بتاع كل مره، هو انا هرتاح امتى؟ نيجي بقى للتفسير العلمي، هو احنا ليه بنصدق الكذبه دي اصلا؟ بص، احنا بنصدقها لان احنا مبرمجين على كده. في مصطلح في علم النفس اسمه the arrival fallacy او مغالطه الوصول. يعني ايه؟ يعني احنا بنربط سعادتنا وراحتنا بتحقيق هدف مستقبلي، بس العلم بيقول لك ايه بقى؟ مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها الهيدونيك تريدميل او مشابهه المتعه. تخيل في هامستر بيجري على العجله وانت الهامستر ده. اول ما بتحقق هدف كليه مثلا، مخك بيفرز شويه دوبامين، مزاجك بيبقى حلو جدا، بس بعد يومين او 3 أو اسبوع الدوبامين بيرجع للمستوى الطبيعي، ومخك بيتعود على الوضع الجديد، ومخك هيبدا يقول لك فين الهدف اللي بعده. والحقيقه ان الماراثون ما بينتهيش، لان الراحه اللي وعدوك بيها وهم، وهيطلع في الاخر ان الراحه مش محطه وصول، الراحه هي طريق السفر، سيزيف او ولح. طب ايه انت سويتها في وشنا؟ نقعد نبيع مناديل على الكورنيش يعني؟ اكيد لا، بس لازم نهكر السيستم. الاساطير اليونانيه لواحد اسمه سيزيف، الالهه عاقبته انه يزق صخره ضخمه لقمه جبل، واول ما يقرب من القمه الصخره تقع منه ويرجع يزقها تاني للابد، يعني عقاب ابدي للتعب المتكرر. سيزيف هو انت، والصخره هي شغلك. قمه الجبل هي الراحه اللي عمرك ما هتوصل لها. الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو قال جمله عبقريه جدا، قال يجب ان نتخيل سيزيف سعيد. هتقولي سعيد ازاي وهو بيعمل حاجه ممله ومتكرره ومفيش منها فايده؟ سعيد انه بطل يبص على القمه، بطل يبص على الراحه اللي في الاخر. سيزيف قرر يلاقي المعنى والسعاده في الزنقه نفسها، يعني في عمليه التعب ذاتها. المشكله مش في التعب جزء اصيل من الحياه، المشكله في وهم الراحه الابديه المستنيك في الاخر. يعني مفيش حاجه اسمها هرتاح بعدين، اسمها هرتاح دلوقتي. الراحه مش انك تبطل تجري، الراحة هي شربة المية اللي بتشربها وانت بتجري في الماراثون. الراحة هي النومة العميقة بعد يوم طهر. الراحة هي الضحكة اللي بتضحكها مع أصحابك في وسط المذاكرة. المرة الجاية بقى لما حد يقول لك اتعب دلوقتي بقى عشان ترتاح بعدين، بصيله في عينه وقول له أنا هتعب دلوقتي وهرتاح برضه دلوقتي. يعني من الآخر بطل تأجل حياتك على أمل الراحة اللي مش هتيجي، لأن الماراثون ده ملهوش خط